هنعمل النهاردة طبق من الأطباق المميزة اللي بتتقدم في مطاعم الأسماك وكلنا بنحبها. هنعمل جمبري بصوص الباتر فلاي. نعمله بصوص حلو جدا وكريمي وطعمه أحلى من المطاعم. يلا نصلي على الحبيب المصطفى ونشوف الفيديو بتاعنا. معايا الجمبري هنا انا غسلاه ومنضفاه كويس جدا وفتحاه من الظهر بالشكل ده. سبت واحده هفتحها معاكم وجبت المقص وهبدا ان انا افتحها من الظهر بتاعها بالشكل ده كلها. وبعدين هنضف منها الحبل الرملي اللي بيكون موجود في الظهر بالشكل ده. وبعدين هبدا ان انا اجيب السكينه وافتح بقى اللحم بتاعها للاخر زي الكتاب بالشكل ده. تمام. هعمل كل الكمية معايا. بعدين هجيب الكبة هحط فيها توم وقرن فلفل حامي. لو مش بتحبي الحامي حطي فلفل اخضر عادي. وهفرمهم كويس جدا وهركنهم على جنب. معايا طاسة حطيتها على النار تسخن كويس جدا، حطيت فيها معلقة كبيرة من الزيت ومكعبين كده من الزبدة. هبدأ انزل بالجمبري بتاعي بالشكل ده على الظهر بتاعه، يعني على اللحم اللي احنا فتحناه بكل الكمية. هسيبه لمدة دقيقة ونص بالظبط. هيغير لون على طول. هبدأ ان انا اتبله بالملح والفلفل الاسمر فقط، مش هحط عليه هنا اي حاجة تانية غير ملح وفلفل اسمر وبس. اول ما يغير لون بالشكل ده هبدأ ان انا اضيره على الجنب التاني. هو بياخد دقيقة ونص من على كل جنب، ما تخلوش يطول اكتر من كده على النار. بعد ما ضيرته على الجنب التاني هبدأ ان انا اديله برضو رشة من الفلفل الاسمر ورشة من الملح. بعدين اول ما احس خلاص ان هو اخد لون من جميع الجهات هبدأ ان انا اشيله في طبق خارجي واخلص كل الكمية بنفس الشكل. في نفس الطاسة اللي شوينا فيها الجمبري هحط معلقة تاني من الزيت وشوية كده من مكعبات الزبدة، وخليكي بقى هنا كريمة شوية في الزبدة. وهنزل بالدقة اللي انا عملتها معاكم في الكبة، يا دوب اشوحها تشويحة سريعة، مش عايزاها تاخد لون ولا اي حاجة. معايا كوباية من كريمة الطهي. لو ما عندكيش كريمة طهي هتاخدي كوباية لبن عليها معلقة دقيق ومعلقة قشطة او معلقة كريمة، وهتقلبيهم في بعض وتنزليهم في الطاسة. حطيت عليها معلقة كبيرة من المستردة، معلقة كبيرة من العسل، عصير نص ليمونة، رشة من الملح، وكمان رشة كده من البابريكا المدخنة. والبابريكا المدخنة يا جماعة بتاخد الطعم في حتة تانية خالص. هقلب تقليبة واحط لهم رشة من الكمون ورشة من الكزبرة، وكمان اخر حاجة هحطها رشة بسيطة من الفلفل الاسمر. ولو عندك فلفل ابيض استبدليه بالفلفل الاسمر. هقلبه تقليبة وبعدين هنزل بنص كوباية من اللبن، وده بس علشان انا بحب الصوص بتاعي كتير شوية. هسيبه بقى يغلي غلوة كده مع اللبن، وبعدين هنزل بالجمبري بتاعي بالشكل ده وارصه في الطاسة. وبعد ما احط كل الجمبري هاخد من الصوص بتاعي ده بالمعلقة واحطه كده على الجمبري من فوق. اخر حاجة بقى احطها معايا حبة من الشبت كده، هخرطهم على الجمبري من فوق. وهسيبه بقى يغلي معاه لمدة 3-4 دقايق بالشكل ده. الشبت اساسي لان بيودي الطعم بتاعه في حتة تانية خالص. سيبته كده لمدة 3-4 دقايق على النار وكده يبقى خلاص معانا. جبت طبق التقديم هرص فيه الجمبري بتاعي بالشكل ده. وبعدين هنزل بالصوص كله بقى. شايفين الصوص والسمك بتاعه حلو جدا، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي. السمك بتاعه متوسط كده وريحته خطيرة يا جماعة. بقى معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه. تعالوا كده نقشر واحدة ونشوف الجمبري شكله عامل ازاي بعد ما استوى. شايفين بيتقشر بكل سهولة. ليه؟ اولا عشان الجمبري بتاعي بلدي، وتاني حاجة علشان انا ما كترتش عليه التسوية وانا بشويه. وده عامل مهم جدا ان احنا ما نكترش عليه التسوية في الشوي بتاعه. شايفين القشرة نضيفة جدا. اتمنى يكون الفيديو عجبكم وهستناكم تجربوه. وكنت معاكم نور، وباي باي.